وخلي بالك يا اختي، ربنا لما خلق الراجل خلقه راجل وخلقك انت انثى. قال في سوره النجم وانه خلق الزوجين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المراه، يبقى في ذكر وفي انثى. مش من النهارده بقى يقول لك ايه؟ لا مساواة الرجل بالمرأة، هي زي الراجل والراجل زي هي. الله، الراجل راجل والست ست، الديك ديك والفرخة فرخة. الله، عمر الديك ما هيبقى فرخة والله عمر الديك ما هيبقى فرخة ولا الفرخة هتبقى ديك. هما بتوع اذا كانت واحدة طالعة في الإعلام بتقول لك أنا بمشي في الشارع مش حاسة بأنوثتي. طب احنا مالنا ومالك؟ احنا مالنا ومالك؟ انت وانت انثى انت ولا شكل انثى انت؟ شوف والله العظيم. ويطلع واحد في البتاع ده الاعلام برضه يقول لك عادي، ايه اللي عايزين يغطوا المرأة؟ تغطوا المرأة ليه؟ الله، دي زي اختي، ده انا لو شفتها عريانة اغطيها. يا نمس يا مجرم، تقول لي لو شفتها عريانة اغطيها؟ ما هي المرأة هي الضحية، راجل والست ست. فكروني بنكته ظريفه قوي، بيقول لك احد الملوك بتاعنا الحكام المتنيلين طغاة رايح يزور مزرعه بتاعت فراخ، فبيقول لي صاحب المزرعه هو كل فرخه بتبيض كام بيضه؟ قال له والله يعني بتبيض بيضتين على قدها. قال لا، كل فرخه بتبيض 5 بيضات. يا عم انت انا قلت كده، انت يا فرخه انت وهي، انا جاي بكره اللي مش عليها جايبه 5 بيضات هقطع رقبتها. خلاص جاء تاني يوم كل فرخه جايبه 5 بيضات الا فرخه جايبه بيضه. راح عندها كده، انا قلت مش 5. قالت له طب بس هات ودنك. طب اديها ودنه كده، قالت له استر عليا عشان انا ديك. الله يخرب بيته وخلوا الديك يبيض.